اهتم بالتعليم، درست عهد جديد وعهد قديم، أقوى الآباء تفسير، عالية أوي في نظري، الوعظ عندك عملي مش نظري، لك مننا التقدير، ربطانا بالملكوت ومربيانا يا أمي عاللاهوت، مبنية على صخرة إيمان، الصخر ليك يا أساس. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في هذا الاحتفال الجميل والممتع والمفرح، في تجمعنا جميعا في هذه المناسبة الجميلة، مناسبة اليوبيل الذهبي لهذه الكلية، كلية اللاهوت أو الكلية الإكليريكية في دير السيدة العذراء مريم بالمحرق، هذا الدير العامر الذي ينفرد باحتضان كلية لاهوتية تعليمية. أولا نشكر الله الذي أعطانا أن نأتي إلى هذه الساعة المقدسة، ونشكر حضور كل الآباء الأحباء الأحبار الأجلاء، ونشكر حضور كل الآباء الكهنة الآباء الرهبان، وحضور الطلبة والدارسين والخريجين، وحضور الشعب الكرام في هذه المناسبة الجميلة. والحقيقة هي كويس إنها اتعملت في القاهرة، تهيألي حضر عدد أكتر. لو كنا عملناها في المحرق هتبقى محرقية الطابع، مش كده برضو؟ لا، وكمان انتوا يا بتوع المحرق جيتوا عشان تدونا درس كبير كده ازاي الكلية الإكليريكية يكون شكلها ايه. أقدم شكرا خالصا لنيافة الحبر الجليل أنبا بيقول أسقف رئيس الدير ومدير الكلية الإكليريكية، وأبونا أرساني المحرقي المشرف الروحي على الكلية، وإعدادهم لهذه الاحتفالية الجميلة بكل الفقرات اللي فيها الكلمات الجميلة التي استمعنا إليها للتاريخ ولعمل الله الكبير في هذا المكان. الكلية الإكليريكية في المحرق قدمت لنا 3 دروس جميلة. أول درس إعداد مكان، وجود مكان متميز وكيان حلو بينطبع على الدارس. أنا لما أدرس في مكان مش تمام بخرج وأنا زهقان، لكن لما بدرس في مكان بيوفر لي كل ما هو مطلوب من أجل العملية التعليمية، بلا شك ده بينعكس على الدارس فيها وعلى الخريج فيما بعد. فدي رسالة بتوجه من اجتماعنا واحتفالنا هذا لكل الكليات الإكليريكية أو فروعها، إن يبقى لها موضع وكيان خاص بيها، ودي حاجة مهمة جدا. ما يبقاش في أي كلام كده وأي قطين 3 نعملهم كلية وخلاص. نمرة 1. نمرة 2، إن الرسالة الجميلة اللي بتقدمها الكلية النهاردة إن عدد كبير من الأساتذة فيها نالوا درجات الدكتوراه والماجستير، الدرجات العليا. وأنا أتمنى إن كل كلياتنا بكل المحاضرين والأساتذة والآباء يحققوا هذا الهدف، الوصول إلى درجة عليا في المعرفة، من أول درجات الماجستير ودرجات الدكتوراه والدرجات المتخصصة دهيت. وأنا الحقيقة ببقى سعيد للغاية لما بحضر أي احتفال تعليمي، لأن الاحتفالات التعليمية هي علامة نبض وحياة في الكنيسة. الحاجة الثالثة اللي بتقدمها الكلية النهاردة بعد المبنى، ودي رسالة إن كل كلية لازم يبقى لها مبنى، الأساتذة إزاي يكونوا متقدمين في دراساتهم وفي معارفهم،
الحاجة الثالثة إن الكلية الإكليريكية في احتفالنا هنا في القاهرة هي دعوة لكل الكليات الإكليريكية اللي موجودة على مستوى الجمهورية إنها تأتي إلى القاهرة ونحتفل احتفال راقي بهذه الصورة، لأن هذا يعطي دفعة في التعليم اللاهوتي. أنا أريد أن أقول لكم أيها الأحباء أن الكنيسة في كل زمان تتقدم من خلال قدمين في كل زمان، من أيام القديس ماري مرقس وصولا للقديس ألكسندروس والقديس أثناسيوس البابا 19 و20، مرورا بكل القرون وصولا لغاية البابا يوساب الثاني اللي أنشأ هذا المكان الذي نقف فيه سنة 54، ثم البابا كيرلس السادس اللي أنشأ الكلية الإكليريكية هنا سنة 62، ثم إبداعه في رسامة 2 من الأسقفة العموم، أسقف التعليم وأسقف الخدمات، ثم وصولا إلى البابا شنودة اللي الحقيقة أوجد فكرة مبدعة أن تكون الكلية الإكليريكية في حضن أحد أديرتنا العامرة. دي فكرة مبدعة وفكرة رائعة، صح هي امتداد لمدرسة الرهبان القديمة، لكن كلية إكليريكية تختص وتدرس وتنمي عناصر بشرية تكبر وتتخرج وهي في حضن الدير وفي حضن البرية وفي حضن الحياة الرهبانية، ويتخرجوا بخبرات. الخبرات الرهبانية دي خبرات مطلوبة لنا كلنا، سواء هنبقى رهبان أو مش رهبان، لكن طبيعة الحياة مطلوبة لنا كلنا، يعيشوها ويتعاملوا ويا آباء الدير، الآباء في القامات الروحية المتنوعة، ويتخرجوا ويروحوا الأماكن اللي ربنا بيختارهم فيها. الكنيسة تتقدم بقدمين: التعليم التعليم المستقيم والتعليم المعاصر. يعني احنا في القرن 21 بنعلم تعليما مستقيما بطريقة معاصرة، بطريقة تتناسب مع الزمن بتاعنا، وده يحتاج من الأساتذة والمحاضرين تجديد وإبداع وتطوير في المناهج التعليمية. خد بالك، تعليم مستقيم، لأن احنا كنيسة مش بنت امبارح، احنا كنيسة عمرنا 20 قرن من الزمان، وهذا التعليم المستقيم هو تعليم يقدم بطريقة معاصرة. زمان لما كنت أقول لك أنا عطشان تقول لي روح الحنفية دي اشرب، أو أجيب لك القلة دي تشرب منها، أو الكوز ده. النهاردة لما تقول لي أنا عطشان بجيب لك كأس ماء بارد، كأس على طبق وحاجة كريستال جميلة كده وباين فيها الجمال، حاجة تفتح النفس. عشان كده تعليمنا يجب أن يكون تعليم مشجع، تعليم يفتح مدارك المعرفة. احنا مش بنلقن، مش بنعمل نسخ، لا، تعليم، وده يأتي بالقراءة والدراسة والتأمل والتسليم وهكذا. القدم الأول هو قدم التعليم. تاخدوا بالكم لما تيجي الكنيسة تعمد طفل، تبتدي الكنيسة توصي أمه أو الإشبين اللي موجود، يعني إنه هذا الإشبين غالبا بتبقى الأم، إن أنت هتسلميه الإيمان. وكلمة هتسلميه الإيمان يعني هتعلميه. فبقت كل أم أو كل إشبين هو مسؤول عن تعليم. فالتعليم بيبدأ في البيت وإحنا صغيرين خالص، ولولا بابا وماما في كل بيت، ولولا أبونا والخادم والخادمة في كل كنيسة كناش نطلع. عشان كده ألفت نظركم لكلمة الحصاد كثير ولكن الفعلة. أرجوكم حطوا 2-3 تحت الكلمة دي، الفعلة. ما قالش الكهنة ولا الأسقفة ولا البطاركة ولا الشمامسة، ما قالش الكلام ده، هو قال الفعلة. يعني إن صرت في موضع معين يجب أن تكون فعالا، سواء بقى أنت شماس، أنت أب أسقف، أنت أب كاهن، لازم تكون فعال.
مؤثر، ليك دور. مش مؤثر بشخصيتي عشان يعني يسقفوا لي وابقى مشهور في وسط الناس، لا، علشان ما أقدمه وما أسلمه يكون فيه روح وحياة. ما أنا ممكن أسلمه بس أسلمه ميت، أسلم معرفة ميتة، أو هي معرفة موجودة في الكتب، وإحنا في عصر النت كل حاجة موجودة. لكن إزاي تسلم حياة؟ فالتعليم للحياة، مش للمعرفة بس، للحياة تعيش. عشان كده أنت أيها الطالب وأيها الدارس وأيها المحاضر، نحن نعلم بسلاسة. بنعلم بالمعرفة، لازم أذاكر ولازم أعرف. أنا شخصيا بقعد على مكتبي وأقعد أذاكر، ولما أجي أحضر بعمل كده، وأحب قعدة المكتب جدا، وأفتح الكتاب قدامي والكتب قدامي وأقعد أذاكر وأقرأ. ده دور، وطبعا كلكم بتعملوا كده بالمعرفة. نمرة 2 بالقدوة. أنت نموذج، أنت نموذج. وخد بالك أنت اللي بتتخرج من كلية زي كليتنا النهاردة بعد 50 سنة، لازم يبقى لك نموذج. ده أنت بتحمل 50 سنة تعب وجهد ووقت وشقة ومعرفة، وناس استشهدت، وناس علمت بدمها. علشان كده أنت لازم يكون لك هذه القدوة. هتبقى أبونا في كنيسة القدوة. هو أبونا بولس وهو بيتكلم قال هيبني كنيسة. أنا مع احترامي للمعنى ده، لكن هو الحقيقة بقدوته هيبني شعب. قبل البناء البيلدينج نفسه هيبني شعب، هيبني ناس. زي مثلا شهداء المصريين الأقباط اللي في ليبيا اللي استشهدوا مؤخرا، دول كانوا عايشين في قرية لا فيها كنيسة ولا فيها حاجة خالص، مش كده؟ طب اتعلموا الإيمان منين؟ ضروري من خدام، من أب وأم، من يمكن كاهن كان بيجي يزورهم، بأي وسيلة. لكن لما اتحطوا في موقف وامتحان أثبتوا رجولة روحية. فإحنا بنعلم بالمعرفة 1، 2 بالقدوة، 3 بالتقوى. التقوى بتاعة الإنسان أنك تكون إنسانا تقيا. ممكن بتكون بتسمع خبرات مش حلوة، وممكن تسمع حكايات مش حلوة، وممكن تسمع مواقف مش حلوة دون تفسير. ممكن نقابل في زماننا كده، احنا على الأرض ما احناش ملايكة. لكن إنك تكون إنسانا تقيا، إنسانا تائبا، إنسانا تعيش في مخافة الله. أصل الناس نوعين يا إخوة. نوع الكنيسة حتى لو كان مسيحي، الكنيسة رخيصة في عينيه، رخيصة، يعمل أي حاجة، يعمل أي تجاوز مالي، تجاوز أخلاقي، تجاوز في الكبرياء، أي حاجة. وفي ناس الكنيسة غالية في عينيهم، غالية في عقيدتها، غالية في تسليمها، غالية في مبناها، غالية في شعبها، غالية. فيا ترى أنت اسأل نفسك، يعني الذي تظهر منه تجاوزات بأي صورة من الصور، لأن ده مش وقته، ده معناه إنسان مهما كبر هو إنسان الكنيسة رخيصة في عينه، رخيصة. هو أريوس كان إيه؟ واحد شاف الكنيسة رخيصة، وقيسوا بقى على كده مواقف كتيرة في التاريخ. فإحنا يا إخوتي بنعلم وبنعيش بالمعرفة، لازم نبقى دارسين كويس، وبالقدوة، قدوة الإنسان، قدوة الحاجة اللي هتقولها، الكلمة اللي هتقولها، التصرف اللي هتعمله. أحيانا ننسى نفسنا وإحنا في رحلة من الرحلات، ننسى نفسنا بأي طريقة. ثم بالتقوى والمخافة الداخلية، وتكون الكنيسة قدامك غالية في كل صغيرة وكبيرة فيها.
أنا فاكر مرة يعني قصة من قصص الطفولة والشباب. لأول ما ابتديت الخدمة كده وأنا في تانية ثانوي تالتة ثانوي، كان عندنا صندوق عطا في مدارس الأحد، أظن كلنا كده. فصندوق العطا ده كنا نلم العطا وناخده نسلمه لمجلس الكنيسة، لا الأخ المسؤول عن الكنيسة في دمنهور الكلام ده. ففي مرة كان وياه 10 ساغ. عارفين 10 ساغ؟ عارفينها ولا نسيتوها؟ كانت زمان على رأي واحد يقول لي كان زمان كبيرة كده عشان بتجيب حاجات كتير. فرحت الأمين الخدمة وقلت له ممكن أفك 10 ساغ من صندوق الخدمة؟ قال لي لا. فأنا طبعا شاب في تانية ثانوي ده يقول لا ليه؟ قال لي زي ما العطا جه احنا نسلمه، ودرس لا أنساه. حتى لما بقيت أمين خدمة بقيت أعمل كده، وأبقى محتاج أفك فلوس لكن ما أعملش، أسلمهم للكنيسة بس، وأنا أتصرف بقى بطريقة تانية. أقصد الكنيسة الغالية في عينينا كلنا. هذه هي القدم الأولى، التعليم. القدم الثانية التكريس، والتكريس بصوره بقى مش هركز على الرهبنة بس، لكن انفراد الكلية الإكليريكية بالدير المحرة إنها بتحقق الحاجتين، تعليم وفيها تكريس. سواء تكريس دارسين هيتخرجوا وهيصيروا كهنة هيكونوا أسر، أو ناس هتبقى في السلك الرهباني ويعيشوا رهبان. التكريس، بس هنا التكريس الصادق. قلت التعليم المستقيم بطريقة معاصرة، التكريس الصادق القلبي اللي من قلبك مش بالشكل. كل لبسنا ده ملوش معنى خالص في السماء، واضح لنا كلنا، لكن المهم قلبك من جوه ايه، وقلبك ده مش هيشوفه غير المسيح. تكريس. والإنسان المكرس الذي يخصص وقته كله من أجل الله، ده إنسان له كرامة كبيرة خالص، حتى لو قعد لوحده، حتى لو لم يلتحق بدير أو كهنوت. مدام إنسان مكرس وقلبه كاملا مع الله، له إكليل عظيم في السماء. عشان كده إحنا نحتاج الشكلين لكي ما تتقدم الكنيسة في زماننا: تعليم راقي، تعليم مستقيم، تعليم جاد، ناس فعلة في هذا التعليم، ناس يعيشون بالمعرفة وبالقدوة وبالتقوى. ونحتاج أيضا مكرسين، وهؤلاء مكرسين زي ما قلت في أي شكل من أشكال التكريس، حتى لو قعد لوحده في بيته. لكن ياما في أشخاص، في شخص أنا معرفوش قالوا لي ده فلان اتنيح وعايز أسرته، يعني ما كانش متزوج، عايز يقدم مكتبته هدية للمكتبة البابوية. ففوجئت بحوالي 2000 كتاب وكتب قيمة جدا جدا. بس اللي أمتعني إن أنا شفت الكتب دي هو معلم فيها، معلم قرأ فيها وكتب كده نوتس جنب على الهوامش بالرصاص. فبقيت أنا متمتع وأنا بشوف الكتب دي وبشوف تعليقاته على القراءة. ده كان إنسانا مكرسا لنفسه كده، لدرجة يعني لا أخفي عليكم إن أنا اتعلمت من التعليقات بتاعته اللي على الكتب. عشان كده حطوا قدامكم وإحنا في هذه المناسبة الجليلة جدا، وأنا الحقيقة سعيد بالغاية بحضورها وبكل الفقرات اللي قدمت فيها، بكل الشهادات اللي اتقدمت من الخريجين في أعوام مختلفة، بلمسات الوفاء للذين رحلوا، أعطوا للكلية زخم وتاريخ وعظمة في خلال 50 سنة دهيت. إحنا النهاردة في مناسبة جليلة، مناسبة بنعيشها وبنشكر ربنا عليها، إن عندنا صرح تعليمي جيد. أتمنى
كما رأينا جمال الكلية في مبانيها، نرى هذا الجمال أيضا في أساتذتها وفي خريجيها وفي مدرسيها وفي الذين يحاضرون فيها. أنا سعيد بكم وسعيد بهذا اليوم الجميل، وكل سنة وأنتم طيبين. مهتمة بالتعليم، درست عهد جديد وعهد قديم، أقوى الآباء تفسير، عالية أوي في نظري، الوعظ عندك عملي مش نظري، لك مننا التقدير، ربطانا بالملكوت ومربيانا يا أمي عاللاهوت، مبنية على صخرة إيمان، الصخر ليك يا أساس.